بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات استوديو نوتس من احدى قاعات بيبول ستيشن كافيه. بصراحه ما كانش ينفع اعدي مباراتي الاهلي واسوان وليفربول وريال مدريد، لان الاثنين مهمين جدا لفرقهم، مباراتين مهمين جدا، وفي نفس الوقت المباراتين امتعونا بصراحه. الشغل الخططي والتكتيكي داخل الملعب كان في منتهى الروعه. هنبتدي ان شاء الله مباراة الاهلي واسوان، نشوف ايه اللي كان حاصل في الملعب، وبعد كده هنتكلم عن مباراة الليفر وريال مدريد. بداية نادي اسوان ابتدى اول ربع ساعة لغاية حوالي الدقيقة 17 عامل ضغط عالي، ضاغط على اليو ديانج وضاغط على الاثنين المساكين عشان ما يبنيش اللعب، حتى ان الاهلي كان مطير باكات وبرضه كان بيجي عليهم ضغط من الباكات او من اجنحة او من لاعبي وسط نادي اسوان. كولر اعتمد على ان ايمن الرمادي هيراقب قفشه وهيراقب مروان عطيه وهيراقب اليو ديانج، يعني هيراقب ثلاثي وسط ملعب النادي الاهلي، وهيعتمد على ان الشحات وعبد القادر هيعملوا ستريتش للملعب، عشان كده هيبقى مفيش خوف من منطقه البوكيتس دي اللي هي قدام او ما بين الباكات واظهره الجنب. مارسيل كولر اعتمد على الكلام ده، بس عمل حاجه تانية بقى. خلى مروان عطية هيأ لأيمن الرمادي ان مروان عطية مش عارف يستلم الكرة، فهينزل يستلم الكرة من هنا، وبرضه عنده رقابة على اليو ديانج، فهو كان عامل حسابه انه يقفل على الاثنين دول برقابة فردية، فمن مضطر ان مروان عطية ينزل لغاية نص الملعب. اصبح هنا كل اللي على لاعب وسط الديفندر اللي في الملعب هنا في نادي اسوان، كل اللي عليه ان هو يراقب قفشه بس. في الحالة دي كان الاهلي باين عليه ان اسوان عامل عليه ضغط عالي ومانعه من ان هو يبني الكوره غير بالكرات الطوليه. الشيء المميز بقى ان خالد عبد الفتاح، مروان عطيه، محمد اشرف، الثلاثه كان عندهم تعليمات اللعب من لمسه واحده. طبعا اللعب من لمسه واحده خلى الكره تيجي خلف الرقابه الفرديه بتاعت مروان عطيه وديانج. وفوق ده كله مارسيل كولر خلى حسين الشحات واحمد عبد القادر دخلوا للبوكيتس، وساب الاطراف دي للباكات تطلع فيها، فاصبح في زياده عدديه على لاعب الديفندر اللي ماسك قفشه. بقى لاعب عليه كام لاعب؟ 3 لعيبه، عبد القادر وقفشه والشحات. الكلام ده ادى افضليه مع التمرير الطولي المباشر، بقى في افضليه للنادي الاهلي في المنطقه دي، برضه قدر ان هو يستحوذ على منطقه البوكيتس. طبعا اللي هيقول كده، طب هيقول ازاي الاهداف جت من الاطراف؟ لان خالد، لو بصينا في الهدف الاول، خالد عبد الفتاح مسك الخط، مرر لحسين الشحات، علي فتحي اللي جاي يراقب خالد عبد الفتاح بص لقى ايمن الشحات هيستلم لوحده، فبيشاور بيقول مين هنا؟ معنى كده ان المفروض ان في حد هيراقب حسين الشحات في البوكس. حسين الشحات رفع الكره الكهرباء باريحيه تامه جدا وسجل الهدف. هدف قفشه. طبعا عايزين احقاقا للحق نعمل نوع، يعني نركز على نوع محدد من الهارموني او التجانس ما بين الشحات وخالد عبد الفتاح. لما خالد عبد الفتاح بيسحب حسين الشحات بيمسك قلب الملعب، لما خالد عبد الفتاح بيتاخر الشحات بيمسك الجناح، وقفشه بيمسك حنطه الاندرلاب. الشحات هنا من تمرير مروان عطيه طبعا اللي اصبح طبعا من بعد الدقيقه 17 ايمن الرمادي حس ان فعلا في زياده عدديه على لاعب خط الوسط بتاعه من 3 لعيبه، فاضطر يرجع لعيبته كلها لورا، ما خلاش غير بس محمد حمدي زكي هو اللي مهاجم صريح، وهو اللي قاعد من قدام على اساس يحاول يمنع 2 مساكين بتوع النادي الاهلي منهم يبنوا اللعب. طبعا وجود مروان عطيه صعودا مع الزحام في المنطقه دي ادى افضليه للنادي الاهلي، مع حسين الشحات تمريره، قفشه اللي دخل في المنطقه دي وسدد باريحيه. الهدف الثالث برضه حسين الشحات دخل من البوكيتس ومرر تمريره لاحمد عبد القادر اللي جه هنا. خد بالك في اللحظه اللي حسين الشحات جه هنا، قفشه اخذ معاه مساك وراح هنا، كهربا اخذ مساك وراح هنا، احمد عبد القادر بقى فاضي، حتى لما جاء الباك يغطي معاه كان متاخر وسدد وجاب الهدف. الشوط الثاني برضه انا استغربت ان كابتن ايمن الرمادي برضه زي ما ابتدى زي ما انتهى، برضه اخذ الشوط اول ربع ساعه في الشوط الثاني برضه بالضغط العالي، لكن الاهلي كان خلاص سجل 3 أهداف، ما بقاش يخرج غير على الكره المضمونه. الشيء الملاحظ وجود احمد القندوسي في الشوط الثاني جنب مروان عطيه ادى نوع من الافضليه والهارموني لوسط ملعب النادي الاهلي، في نوع من التجانس
الجميل بصراحة ما بين مروان عطية لما لعب مركز 6 بعد ما ديانج طلع، والقندوسي اللي لعب مركز 8. هارموني وتجانس، وبانت اكتر في ال1-2 اللي اتعمل في نص الملعب قبل ما القندوسي يوصل ل 18 اسوان ويسدد في احضان الحارس، وبرضه تسديده شادي حسين اللي في القائم. ده بصفه او بصوره سريعه كده التكتكس اللي حصلت في الشوط الاول والشوط الثاني في مباراه الاهلي واسوان. زي ما قلنا الشوط الثاني برضه كركربونه، ان ايمن الرمادي برضه ابتدى الربع ساعه الاولانيه بالضغط العالي، لكن الاهلي كان عنده اوامر مباشره بالتمرير او الباص الطولي من مره واحده، من لمسه واحده خلف الضغط في مناطق ما وسط ما بين دفاع ووسط نادي اسوان، وببساطه شديده جدا قدر ان هو يحتل المنطقه دي ويستفيد منها وسجل 3 أهداف. وفي الشوط الثاني فضل على اللي هو يخرج على الكره المضمونه فقط، ليس الا من غير اي نوع من المغامره، لانه مش محتاج انه يجهد نفسه، غير اللعيبه الاساسيه بتوعه، مش محتاج انه هو يجهد نفسه، عنده مباراه مع صن داونز، ما فيش داعي للاجهاد. العب على انا ضمنت 3 أهداف، ضمنت 3 نقط، العب اخرج على الكره المضمونه بس. ويمكن ده هو اللي ما خلاش شادي حسين يظهر بصوره صحيحه يعني، او بصوره فعاليه قويه يعني. بس دي تكتيكاتنا اللي لمحناها في مباراه الاهلي والاسوان. تعالوا نرجع ونبص على مباراه الليفر. بالنسبه لمباراه ليفربول وريال مدريد اللي كانت في الانفيلد، واللي كانت درس قاسي جدا على ليفربول بالهزيمه بخماسيه على ارضيه ميدانه وسط جماهيره، انا ليا تعقيب بسيط جدا. لو نفتكر حضراتكم الفيديو اللي كان قبل نهائي ليفر وريال مدريد في نهائي دوري الابطال، قلنا اللي هيسيب الكوره هينجح. كلوب دايما بيلعب على الضغط العالي والاستحواذ. انت كسبت من الكلام ده ربع ساعه جبت هدفين، ايه المفروض تعمل ايه؟ ترجع لمراكزك، تسيب الكوره لريال مدريد مع، خد بالك هتسيب الكرة ريال مدريد وفي نفس الوقت هتحرمه من الدخول من بعد الدايرة، يبقى آخره هنا. ده اللي عمله ريال مدريد في الشوط الثاني بعد ما جاب 4 أهداف، بعد ما سجل الثالث والرابع قفلك في نص ملعبه وحرمك من ان انت تخش، سايب لك بنزيما هنا وسايب لك فينيسيوس هنا، حرمك من ان انت تخش تعدي المنطقة دي. ما تعديش المنطقة دي، اعمل ما بدالك بالكورة، دور الكورة زي ما انت عايز، لكن عمرك ما هتعدي الخطوط هنا. لو ليفربول عمل الكلام ده في الشوط الاول وفضل عليه لغايه اول ربع ساعه من الشوط الثاني، كانت هتتفتح له شوارع في ظهر ريال مدريد، وكان هيقدر يحرم ريال مدريد من السلاح القوي اللي هو فينيسيوس. لكن المشكله ان ريال مدريد ساب لك الكوره وحرمك من هنا، انت ما عرفتش تعمل السياسه دي. سمحت لفينيسيوس ان هو من وسط 4 لعيبه يسدد، وكوره بعديها من الوضع رقدا سدد، واليسون بالعافيه طلعها بره. افضل هدف في ال5 أهداف بتوع ريال مدريد من وجهه نظري بتاع الكره الثابته. تعالوا كده نبص ايه اللي حصل فيه. مودريتش هيرفع الفاول، ادي الحارس على منطقه ال6 ياردة هنا في تقريبا 4 لعيبه والحيطه واقفه هنا. اللي حصل الخداع الاستراتيجي اللي حصل من اللاعب اللي وقف على الحيطه من الناحيه دي. ميليتاو ده جاي من هنا واقف هنا. لما وقف لاعب في الحته دي هي لخط ظهر ليفربول ان الكره هتتلعب على الدقيقه، فكله التزم بال6 ياردة حتى منهم بكير. لما مودريتش لعب الكره هنا، ميليتاو اتحرك قدام كام لاعب شايفين؟ 4 لعيبه. اتحرك قدام 4 لعيبه غير الحارس وسدد هنا. يعني الكره اتعملت فيها خطه خداع بلعيب والفينيشر لعيب. باقي ريال مدريد كله بره. كل ريال مدريد بره، مفيش حد فيهم جوه. هي ليهم انها تتلعب على القريبه، هيستنوا الكره الثانيه. لا، هو كل اللي حصل ان اللاعب لما جاء وقف هنا من الناحيه دي، مش من الناحيه دي، من الناحيه دي، خدع خط ظهر ليفربول ان الكره هتتلعب على الزاويه الضيقه، فكل الخط وقف فين؟ على الزاويه الضيقه. ونيسيو ميليتاو اللي جايهم من ورا هنا زي الحرامي سرق المساحه دي كلها، بيجري المسافه دي كلها ومفيش حد معترضه، مفيش اي حد عمل له سكان، جاري المساحه دي كلها
وما فيش واحد عمل له سكان، وما فيش واحد قدم له الدعم من ريال مدريد على فكره. يعني ما فيش حد من ريال مدريد كان هنا في المنطقه دي، هم مفضل له السكه عشان يعرف يجري. والراجل جرى بمنتهى السهوله وسدد في الحته الفاضيه بمنتهى الاريحيه من غير اي نوع من المضايقه، حتى من غير دعم من زمايله. ده الشيء الملفت يعني. اذا احنا عندنا في ليفربول خط وسط وهجوم قوي جدا في الضغط العالي، لكن خط دفاع ومعاه جزء من خط الوسط دفاعيا بيتفرجوا. مفيش واحد كله خايف ما يخش على فينيسيوس هنا. فينيسيوس بعد الهدف بتاعه من الوضع راقدا. هدف الثاني لريال مدريد خطأ غريب يا اخي، انت لوحدك. الخطأ بداية من جوميز على فكرة، انت لوحدك، الكرة استلمتها هنا، حصلت السرور اللي اتعمل من فالفيردي، سبقت فينيسيوس هنا، من هنا قدامك فان دايك هنا، يتمرر له عرضي يتمرر من هنا لغايه لاليسون. ايه اللي يخليك توصل لغايه هنا ومعاك واحد زي فينيسيوس لاعب سريع جدا وضغطه اجريسيف، تسيبه ما يوصل لغايه لاليسون ليه؟ ما تبص من بعيد، مرر من بعيد عشان حتى اليسون يبقى عنده فرصه. لكن انت سلمته الكوره وسلمته لفينيسيوس، هو كل اللي عمله فينيسيوس انه وقف، ده سدد جت فيه ببساطه شديده جدا. يعني الطريقه اللي بيستخدمها ريال مدريد للخروج من الضغط اللي انت كنت عامله عليه طريقه مستفزه. طب هو استفزازه ده بيستخدمه ليه؟ هو عايزك تضغط عليه باكبر عدد ممكن من اللاعبين، فهتكبر ورا المساحه اللي يستلم فيها فينيسيوس وبنزيما. هتكبر ورا المساحه اللي يستلم فيها فينيسيوس وبنزيما. ادي هو اللي كل اللي عايزه انشيلوتي، تضغط عليه باكبر عدد ممكن من اللعيبه، يفضل ينقل الكوره بمنتهى السهوله واليسر والبساطه، ولاعيبته بتقدر تستقبل الكوره تحت ضغط، بيقدر يستلم الكوره تحت ضغط. فهو معود لعيبته على كده، تستلم الكوره تحت ضغط وخليها تحت رجلك، او من لمسه واحده تمررها لزميلك. المهم ان الكوره ما تطلعش من هنا غير لما يجي اكبر عدد ممكن يضغط على ريال مدريد في الملعب. هوب محطه بنزيما وفينيسيوس، الرابع والخامس تعاوني. الرابع والخامس من وجهة نظري الهدف الخمس أهداف أخطاء جسيمة من فريق ليفربول. الهدف الأول بيتفرج على فينيسيوس وسط 4 لعيبة بيسدد. الهدف الثاني غلطة من جوميز، بيوصل لغاية هنا عشان يدي الكرة، ما تباصي من هنا، انت استلمت الكرة هنا مرر عشان حتى بيكير يبقى عنده فرصة انه يمرر لاعب لفان دايك. هي اصولها كده، توصل بالكرة لغاية هنا وانت معاك ضغط عليك فينيسيوس. هذا الاول والثاني والثالث زي ما شرحنا الكرة الثابتة. الرابع الخامس بقى، الخامس الشيء الغريب، مودريتش ذو 37 عام، الكرة الطول من فابينو، يضغط عليه ياخدها ويمد، جايله باشيتيتش ده 18 سنة ما عرفش يوقفه، مشي كمل مرة لمين؟ مرة لفينيسيوس. مرة لمين؟ لفينيسيوس. انت هنا بتعمل الديلاي ليه؟ انت يا فان دايك بتعمل الديلاي ليه؟ الكرة جت خش، ما هو خلاص، ما هو هيعديك هيمرر، يبقى حاول محاولتك يمكن تمنعه. ليه الديلاي هنا؟ ليه الديلاي هنا؟ تخليه يمرر لبنزيما ويرقص بكير ويرقص جوميز ويرميها لك وانت واقف. بصراحة أنا من وجهة نظري ال5 أهداف ريال مدريد تصيد أخطائك زي ما أنت تصيدت أخطائه في الشوط الأول. طبعا تمريرة صلاح للهدف الأول للونيز هدف على طريقة زولا لاعب إيطاليا وتشيلسي ومحمود الخطيب مع النادي الأهلي، تمريرة سحرية ولا أبدع ولا أروع، تمر من 4 لعيبة عشان خاطر توصل للونيز اللي تحرك مفيش أحسن من كده. دي وجهة نظري عن مباراتين الأهلي وأسوان وليفربول وريال مدريد. إن شاء الله بإذن الله مستمرين معاكم في تقديم محتوانا اللي إن شاء الله يكون عند حسن ظن حضراتكم. دمتم في أمان الله.